ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وكل اطفالنا الحلوين بخير كمان. الاسبوع ده اكتر من مامي طلبت طريقة تحضير السيريلاك، وعلى الرغم من انه سهل جدا الا ان انا نفسي بصراحة في الاول لما كنت مامي جديدة كنت مرتبكة شوية وانا بحضره. عشان كده انا قررت اوضح لكم قد ايه الدنيا سهلة وبسيطة جدا. انا معايا سيريلاك رز، وسيريلاك الرز هو اللي لازم نبدأ بيه مش بالقمح، وده علشان في اطفال كتير بيكون عندها حساسية من مادة الجلوتين الموجودة في القمح، فبنتجنب القمح تماما في الاول، ونبدأ بالرز من عمر 6 شهور مش قبل كده يا بنات. وبعد كده القمح، ومن عمر 8 شهور ممكن ادي الانواع التانية زي الشوفان والفواكه، وبعد السنة ممكن نبدأ بالانواع اللي عليها اضافات زي العسل. انا عايزة اقول لكم ان في اطفال بتاخد السيريال لعمر سنتين، وخصوصا اطفال النحيفة، ففي دكاترة بتوصف لهم السيريال رز علشان يسمن الطفل شوية. طيب دلوقتي هنبدأ في تحضير السيريلاك. هنشوف قد ايه هو سهل جدا. طبعا مش هوصي كل ام بنظافة الايد والادوات الطعام اللي هيتقدم فيها الاكل للطفل. انا معايا معلقة سيريلاك كبيرة، مش ممسوحة شوية قوي، هي ولا مليانة قوي، معلقة سيريلاك. ومعايا يعني عايرت بالببرونة بتاعة الطفل 40 ملي. بعد ما غليت المية وسبتها تبقى فترة فعيرت 40 ملي. ما احطش المية سخنة على السيريلاك خالص، لأن دي يبقى فيها مشكلة. آه، طبعا بدل المية في ممكن ان انا اضيف لبن الام نفسه او اللبن الصناعي المخصص للطفل، بس يفضل اول مرة اكل فيها السيريلاك للطفل ان انا اخففه بمية، ما اخففوش باي حاجة تانية، ولا برتقان ولا لبن. ولا يعني في ناس بتحط عصير برتقان، لا اول مرة خلينا بالمية عشان اشوف لو الطفل عنده اي مشاكل اقدر اعرف المشكلة كانت منين. يعني في طفل مثلا ممكن يبقى عنده امساك، فلو اديته سيريلاك رز ده ممكن يتعبه اكتر لانه هيزود الامساك عنده. وزي ما احنا شايفين انا هضيف المية على السيريلاك وهبدأ اقلب. طبعا لو حسيت ان هو خفيف انا بزود شوية، بس نخلي بالنا كويس جدا ان اول مرة الطفل ما بيبقاش لسه عارف يبلع، وهتلاقيه دايما بيطلع لسانه لبره وبيطلع الاكل لبره. ده مش معناه ان هو مش حابب السيريلاك او مش حابب الاكل، لا دي حركة عادية جدا هو متعود يعملها. فبالتالي انتي مع الوقت هو هيدرك ان هو مع الاكل بيدخل لسانه لجوه مش بيطلعه لبره. القوام كده خفيف في الاول، هو مش خفيف قوي، حلو جدا كبداية اكل. وبنقدمه للطفل بالشكل دون، شوية شوية بفضل اقلب فيه لغاية اما اتأكد ان هو امتزج تماما. ودلوقتي اقدر اقدمه للطفل. طبعا اللي بيتبقى برميه، ما ينفعش اديه تاني للطفل تماما. ما ينفعش اقول هحطه في التلاجة وابقى اديه كمان شوية للطفل، لا ما ينفعش الكلام ده. عشان كده كمان ببدأ بمعلقة اول يوم، تاني يوم اديله معلقتين، وتالت يوم 3 معالق. لو كله تمام ومفيش اي مشكلة الطفل ما تعبش بقدمه عادي للطفل. وطبعا حسب الكمية حسب ما الطفل بيقبل معايا. يعني في طفل ممكن ياكل 4 معالق او 5 ويشبع، وفي طفل ممكن يزود اكتر من كده، وانا اوريدي بالتدريج بزود اساسا الكمية لان احتياجاته بتزيد. طبعا مهم جدا نقفل العبوة باحكام، ما سيبهاش مفتوحة. زي ما انتم شايفين الكيس انا فرغت الهواء من الكيس وقفلته. بنقفل العبوة كويس جدا ونحفظها في مكان كويس، ما يبقاش فيه درجة حرارة عالية. ويفضل طبعا ان انا استعملها في خلال شهر من تاريخ الفتح، وطبعا اخلي بالي من تاريخ الصلاحية وانا بشتري اي عبوة للطفل او اي حاجة. انا عايزه اقول لكم اساسا ان في ناس بتعمل السريال الرز ده في البيت. بتجيبي الرز وتنقيه كويس جدا وتغسله وتنشفه وتطحنه وتشيله في برطمان،
معقم في التلاجة وتاخد منه عند التحضير. بس بصراحة انا شخصيا ما جربتش اعمل كده، انا بفضل اشتريه لانه بيكون اوريدي مضاف ليه فيتامينز، مش مجرد انه عبارة عن دقيق رز بس، لا ده بيبقى عليه اضافات تانية مفيدة جدا للطفل، بتبقى حلوة. ودلوقتي ممكن اكلها للطفل زي ما احنا قلنا، وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو بنات دوسوا سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان توصلكم الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم، باي باي.